ده بقى الهرم الغذائي، متقسم على حسب الكميات اللي المفروض ناكلها من كل نوع. اوبا، الحقيقة يا طمطم، ايه اللي بيحصل ده؟ استني يا نور بس اما نشوف. استني ايه بس يا فاطمة، ده الهرم اتقلب. صح يا نور، عندك حق، الهرم الغذائي اتشقلب واتغير، ودي آخر الأخبار. طب يلا بسرعة بسرعة قوليلنا ايه الجديد. بصي يا ستي، الهرم الغذائي الجديد أبسط بس حقيقي أكتر، وهيركز على صحتنا أكتر. ما ده كلام جميل. أهم 3 حاجات لازم نركز فيهم هي إننا ناكل الأكل الطبيعي زي ما خلقه ربنا، مش بعد ما يطلع من المصنع. يعني مثلا ناكل فاكهة بدل العصير، وبدل اللحوم المصنعة زي اللانشون والسوسيس نركز على المصادر الطبيعية للبروتين. النشويات ما بقتش هي الأساس، بالعكس هتقل، وهنعتمد أكتر على البروتين والخضار والفاكهة والدهون الصحية. كده هنشبع برضو، صحتنا اكيد هتكون احسن. كلام معقول. أما السكريات بقى اللي هي الحلويات، يعني نقلل منها على قد ما نقدر، وممكن نبدلها بفاكهة أو مكسرات. ليه كده بس؟ ده الحلويات طعمها حلو قوي.